ألقاك أبا عمار هناك في يوم النصر وأرض النصر وبيت المقدس في يمناك. في ذكرى شيماء كتبت سنة 1993 ونشرت بجريدة الأهرام. في ذكرى شيماء وقفت مصر بقلب واله تمزج الزفرة بالدمع السخين، إذ مضت شيماء تلقى ربها وهي تشكو البغي والظلم المبين. يا لها من زهرة فواحة بشدى الورد وعطر الياسمين، قصفتها وهي في فجر الصبا وطأة الجهل وغدر الحاقدين. هذه القسوة ما أبشعها وهي تردي الأبرياء الوادعين. أهو العقل الذي أوحى بها أم هو الدين؟ ولكن أي دين؟ ليس في الإسلام ترويع الورى، لا، ولا سفك دماء الآمنين، إنما الإسلام رفق خالص وحنان بالبرايا أجمعين. إيه يا شيماء يا قطر الندى، يا ضياء الفجر في الليل الحزين، لا تراعي من أسى أو وحشة، حسبك الرحمن رب العالمين. فهو ظل وارف من رحمة وهو للمظلوم خير الحاكمين. لم تغب شيماء عن أبصارنا، لم تزل طلعتها ملء العيون، ما توارت في الثرى بسمتها، ما تلاشى النور عن ذاك الجبين. فهي في الأبرار رمز طاهر وهي في الأخيار ذكر لا يهون. ألقاك أبا عمار هناك في يوم النصر وأرض النصر وبيت المقدس في يمناك.